بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الصغار. رب المجد يسوع المسيح وقف ليصلي، وطبعا هو كإله متجسد مش محتاج إن هو يصلي، ولكن الصلاة وأمور أخرى فعلها الرب يسوع زي ما هو اتعمد وحاجات تانية كان بيعملها لأجل تعليمنا إحنا، كأنه واخدنا كلنا معاه وبيصلي بينا، بيقول يلا تعالوا صلوا، أنا خدت جسد بشريتكم وواقف بصلي. يبقى انتوا كل واحد فيكم مطلوب منه ان هو دايما رافع قلبه وبيصلي الى الله. اخفيت هذه عن الحكماء وعلمتها للاطفال الصغار. احنا موجودين دلوقتي في القداس، وربما يكون كل واحد فينا بيفكر في حاجة تانية، وإذا ركزت دقيقة ولا دقيقتين ممكن عقلي يشت ويسرح في حاجات تانية. لكن لو أدركنا ما أخفاه الله عن الحكماء والفهماء وأعلنها لنا نحن الأطفال الصغار، والمقصود مش أطفال صغار في السن، مقصود بيها في البراءة وفي الطهارة وفي القداسة وفي كل أمور البسيطة التي يولد بها الطفل. فإحنا المفروض تنفتح أعيننا وأعين قلوبنا على المكان والزمان والسر اللي موجود قدامنا دلوقتي على المذبح، وكلنا هنتقدم ليه. إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. هو إحنا شفنا إيه وسمعنا إيه؟ سمعنا تعليم جديدة، سمعنا تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك، سمعنا أحب أعداءكم، سمعنا من يقبل إلي لا يخرج خارجا لا أخرجه خارجا. سمعنا حاجات جديدة، سمعنا تعليم سامية. فإحنا مطوبين. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. إحنا دلوقتي بنقدر نقف قدام ربنا ونصلي، وقدام الذبيحة اللي على المذبح ونرفع قلوبنا ونصلي، بنسجد أمام الله بخوف ورعدة، بنقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، قبلة المصالحة مع كل شعب المسيح. هو ده اللي بنقدمه، هو ده اللي احنا نستحق عليه التطويب. فهل أنا بعيش تحت مظلة هذا التطويب ولا أنا بعيد؟ يقول كده تحب الرب إلهك من كل قلبك. لما جاله أحد الناموسيين الحرفيين المتمسكين اللي فاكرين نفسهم فاهمين عن العالم دي كلها، جاله أحد الناموسيين ليجربوا، والكتاب يقول لا تجرب الرب إلهك. ولكن هذا الناموسي كان يجهل هو بيكلم مين. أما نحن فنحن نعرف من هو المسيح الإله المتجسد، زي ما أقر وقنن هذا الإيمان الآباء المجتمعين في مجمع أفسس برئاسة البابا كيرلس الأول عمود الدين. فاحنا واقفين قدام ربنا، هذا الناموسي راح يجرب المسيح. طب ده ناموسي وعمل غلطة،
ما احنا للأسف أحيانا بنجرب المسيح. أحيانا بقول للمسيح كده: ممكن تعمل لي الحاجة الفلانية دي؟ ممكن تقضي لي المصلحة دي؟ طب وإذا ما تقضيتش يبقى في قطيعة بيني، لأن جربتك يا رب لقيتك ما بتعملش، وقفت أكلمك يا رب لقيتك ما بتسمعش. أنا آسف يعني، حاشا أن أنا أقول لربنا كده، لكن أنا بقول البعض بيجرب ربنا بهذه الطريقة. يقول له: يا رب كم طلبت منك الطلبة الفلانية ما بتستجبش. وقف هذا الناموسي ليجرب المسيح قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ كلنا لنا هذا الاشتياق، وكلنا بنقول: طب أنا ناقصني إيه عشان أرث الحياة الأبدية؟ أنا بعمل كذا وكذا وكذا وكذا. السيد المسيح قال له: ما المكتوب في الناموس؟ الشريعة اللي بين إيدك أيها الناموسي المتمسك بالناموس. وبيقول لنا كل واحد فينا كلام ربنا اللي في الكتاب المقدس إيه هو المكتوب فيه. ولما يقول ما المكتوب يقصد كل المكتوب، مش هاخد وصية واسيب الأخرى، أخد اللي على هوايا واسيب اللي مش على هوايا. ما المكتوب في الناموس ككل. وبعدين يقول له: كيف تقرأ؟ كيف تقرأ؟ هو الموضوع موضوع ان انا اقرأ 20 اصحاح من الكتاب المقدس كل يوم؟ هو الموضوع ان انا اخلص الواجب اللي عليا؟ هو الموضوع ان انا ماشي في ماراثون انهي الكتاب المقدس؟ لا، الموضوع مهم واعمق من كده. الموضوع كيف تقرأ. البابا شنودة الله ينيح نفسه كان اتكلم في موعظة عن أبانا الذي في السماوات. احنا بنقراها في قد ايه؟ لو خدت نص دقيقة يبقى كويس. البابا شنودة قاعد يفسر فيها 4 ساعات ونص. 4 ساعات. أنا فاكر كان شريطين كل واحد 1.5 ساعة وشريط ساعة. 4 ساعات بيفسر كلمة أبانا لوحدها دي خدت أكتر من نص ساعة. الموضوع كيف تقرأ. بنقراها وبنصليها وبنستوعبها من كل قلبي ولا لا؟ أنا ما أقصدش حد بعينه، ولكن بلاحظ في القداس والصلوات ألاقي حد ماسك الكتاب المقدس قاعد يقرأ فيه، أو واحد ماسك الإجبية. بنصلي القداس ماسك الإجبية وبيصلي فيها. هو في إيه؟ هو عايز يخلص الواجب اللي عليه. في عليا مهمة معينة عايز أنجزها، ويبقى هو حضرت القداس وصليت الأجبية وصليت الإنجيل اللي أنا عايز أصليه 3 في 1. مش كده. سيد المسيح بيقول له ليا وبيقول لكل واحد: وكيف تقرأ. كون إن أنا أقرأ ده حاجة كويسة، ولكن كيف تقرأ؟ أجاب وقال الناموسي: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وقريبك كنفسك. الراجل حافظ كويس، ياخد يعني 10/10. قال المطلوب، بس هو الحفظ والترديد مش هو ده المطلوب. أتذكر جيدا واحد كان رجع من فرنسا وعامل دكتوراه في إنجيل القديس يوحنا، عن لاهوت المسيح في إنجيل القديس يوحنا. فالكلام جاب بعضه، حاجة حلوة خالص. وتلاقي المشرف عليك ده تلاقيه يعني إنسان تقي جدا، المشرف على رسالة الدكتوراه في جامعة السوربون. قلت له: ده إيه؟ وهل هو من
طائفة معينة ولا كده ولا كده اللي أشرف على رسالة الدكتوراه. قال لي لا، ده ملحد، إنسان ملحد، وهو الأستاذ اللي بيناقش وبيشرف على رسالة الدكتوراه في لاهوت المسيح في إنجيل القديس يوحنا. فالموضوع الكلام العقلي اللي يقف عند العقل وبس ده مش إيمان. حفظ مش مشكلة، أي واحد في عنده ملكة الحفظ هيحفظ، ولكن السيد المسيح يقول له كده: فقال له بالصواب أجبت، أنت إجابتك 10/10. ويروح يقول له ويقول لي ويقول لكل واحد فينا: افعل هذا فتحيا، افعل هذا فتحيا. الإيمان مطلوب، قراءة كلمة الله مطلوبة، حفظ كلمة الله والتسبيح والترتيل مطلوب، ولكن تحب الرب إلهك من كل قلبك وقريبك كنفسك. يروح يقول لي كده: ممتاز، افعل هذا فتحيا. ربنا يعطينا أن نكون سامعين وعاملين بالكلمة. له كل مجد وكرامة إلى أبد الآبدين، أمين.